قبل ما ابدأ كده يا صديقي، حابب اعرفك ان ده الملخص التاني من ملك الشياطين. فلو عايز تشوف الملخص الاول علشان تستمتع بالملخص التاني، هسيب لك اللينك في اول التعليقات او في صندوق الوصف. ومن غير مقدمات كتير فلنبدأ الحلقة. المهم، طبعا زي ما انتم عارفين اليوتيوبر بيعوز ادوات ومعدات تصوير بتوصلهم بالدرون. ماكينة بتقول مش واثقة في العمل ده. بعد كده بيقعدوا علشان يجربوا الالعاب، بيختار واحدة منهم بتقوله اللعبة دي صعبة جدا وفي كتير معرفوش يخلصوها، لكن بخبرتك ممكن تجتازها. فكرك ده هيحصل يا صديقي عند اول عقبة تقابله. بياخد على عينه، بيقف كده بيقولها دي صعبة جدا. طبعا محاولات بقى 2 و3 و4 و5 وبياخد على عينه برضه. انا مش صعبان عليا غير الراجل اللي في اللعبة اسمعك صوته لما بيخسر. بتقوله انت سيء. ماكينة بتقوله ده شكل الموضوع مش سهل. بتقولها ده المطلوب علشان الناس بيحبوا الأغبياء في اللعب زيه، ولازم يكون عندنا مقدمة افتتاحية. بتقولها لازم يكون فعلا. بتقولها ده في غاية الأهمية. بعدين بتقعد تقوله انت لازم تعمل كده ولا انت عايز تفضل عايش على إيرادات ماكينة. بعد كده بيقول لماكينة عندك فكرة. بتقوله ما تعمل زي أكنك بتشجع جنودك. بيقوم كده وبيقول يا أيها الفانون، أنا ملك الشياطين فيلتول وهوريكم أحسن لحظات في حياتكم المحدودة. ماكينة بتسقف لي كده، وتاكاهاشي بتقوله ان الموضوع ده مش مسلي جدا، تعالى اعلمك اساسيات البث. بيقعدوا وبيجرب حظه وبيفضل يحاول. تاكاهاشي بتقول لماكينة ما تعمليش اي اصوات، وبتقوله انا هساعدك في اني اروج ليك، بس ده كله بمقابل مادي، بس مش هاخد منك حاجة دلوقتي. وصاحبنا الدنيا بتروق عليه وحسابه بيزيد يوم عن يوم، عقبالنا يا رب وشكلها تحلو. والتعليقات ما شاء الله، نفسي اجيب 500 تعليق بس الحمد لله في كل حال. وبيبقى مستمتع، بيقول انت شكلكم مستمتعين زيي. وبيبقى عنده اكتر من نص مليون مشترك يا صديقي، عقبالنا يا رب. بس انا واثق انك هتدلعني بالاشتراك الجميل بتاعك يا اسطورة. وبيودي في اللعبة وحاجة اخر الجمدان، ومكنة بتحاول تشجعه باللي تقدر عليه. وبيقول هكذا وصلنا للنهاية، فما تنساش تحط اللايك والاشتراك. مش قصدي عليك انت يا صديقي، بس عادي يعني لو اشتركت. انا عارف اني زهقتك بس يلا نخش في الحدث. وبيقول لهم انتظروني في البث القادم ايها الحمقى. بيشتم متابعينه الندل، وانا بدلعك وبقول لك يا صديقي ويا اسطورة، بس الطيب ملوش نصيب. حبيت ادردش معاك كده يا صديقي. انا بقدر كل شخص دعمني ولو بمشاهدة او بتعليق ايجابي. بعد كده بيخلص البث وبيقوم بيقول لماكينة انا هخرج امشي شوية. بتقول له طيب وانا هجهز العشاء عقبال ما تيجي. بعد كده بيتمشى وبيتصدم، ايه ده وهو البطل غرام لسه عايش ازاي مع انه من البشر. وبيروحوا بعد كده مكان علشان ياكلوا فيه. بيقدموا لهم الاكل. غرام بيقول له انا ازاي قاعد جنب واحد قتل ابويا وامي واختي الصغرى. بيرد عليه بيقول له وانا كمان عندي نفس الشعور، وانك قتلت اتباعي لكن مش حاسس بالكراهية من ناحيتك. وبيقول له انت ازاي بشر ولسه عايش مع انك قلت لي ان ليك مدة وهتموت. بيقول له بسبب اني هزمتك خدت كمكافأة الشباب الابدي، ولكن ده ما بيكونش الصح، لان بعد ما المعركة انتهت ما بيني وما بينك اندلعت حروب كتير بين البشر، وانا شاركت فيها وقتلت كتير من الخالدين والفانين، وانتهت الحروب. وزي ما انت شايف العالم ما بقاش محتاج بطل. وبيقوم علشان يمشي وبيشكره على الاكل. وملك الشياطين بيكون ماشي بيشوف تاكاهاشي وشخص بيتجادل معاها بسبب انه عايز فلوس منها اكتر علشان يحميها. بتقول له انت باين عندك عقل صغير في جسمك الكبير. بيقول لها طيب لسه هيديها ضربة، بطلنا بيمسك ايده. بيقول له عايز
ايه بيقول له ابعد عنها وانا مش هعمل لك حاجة المرة دي. بيقول له ايوه افتكرتك انت اللي رميناك، ايوه زي ما انت شايف في الزبالة. بيقول له مش هسيبك عايش المرة دي. بيهجم عليه لكن بيصدها بكل سهولة. كان بيقول تعويذة بتعمل رياح بتكسر دراعه. فكرك ده هيأثر عليه؟ لا والله. بيرد عليه بهجوم صغير بيطيره بعيد. وايه يا ابن العظمة دي؟ تاكاهاشي بتيجي عليه بتقول له انت بخير؟ بيقول لها انت بخير، وبعدها بتشكره على انه انقذها. بيقول لها هو كان عايز ايه؟ بتقول له ده الحارس الشخصي خاص بيا، بس مش مشكلة انا لقيت واحد احسن. بيقول لها انا؟ بتقول له ممكن تقبل وهديك مقابل مادي. بعد كده بيقول لها ايه الشغل؟ بتقول له هنسرق. وبيقول لها وظيفتي الهيهم عقبال ما تخلصي. بتقول له كويس انك عارف. بيقول لها الهدف في المخزن. بتقول له ايوه. بيجري وبيكسر الباب وكل الحاضرين والبنت بتتصدم من اللي هو عمله. البنت بتكون قاعده وبتراقب من بعيد. بتقول له الهدف هو المكعب. بيقول لها هم مش كتير، هوريهم قوه المليون مشترك عقبالنا كده يا صديقي. بيقول له انت مين؟ بيقول المقدمه بتاعته بتاعت البث لكن محدش بيتعرف عليه. بيقول طيب انا هشوف مقدار القوه اللي عندي. بيرد عليه بيقول له ايه يا حبيبي انت فاكر نفسك مين؟ بيقول له انا جاتلي تعليقات سلبيه زي دي بس ما بتاثرش فيا. بيقول له اسكت بقى. بيهجم عليه لكن الواد بيصد كل الضربات بسهوله. بيقول له يلا جدوري. هوب بينطلق عليه واحده بيديها له وبينطلق على التاني وبيجيبوا الارض. الباقيين بيتحدوا في الهجوم عليه. واحد بيصوب عليه لكن البت بتعمل سحر بتغير الاماكن. وبيهجم على صاحبه وبيديها له بيقعد على الارض. بتقول له عاش عليك انت اثبتت لي انك ملك الشياطين. وهو بيكتشف طريقة صنع الاسلحة. بتقول له انا جاي اهو. بيقول لها ما تجيش. بوم هجوم تاني بيحصل من شيء غير مرئي. بيصوب عليه واجزاء منه بتبان والبت بتتصدم. بتقول له اهرب فورا. بيدي ضربات بالسلاح لكن ده ما بيأثرش فيه. بيقول له اجهز علشان تموت. بيهجم عليه وهو بيتفاداها. بيرد عليه بهجوم فكره انه كده انتهى. بيهجم عليه من جديد وشكل الموضوع مش سهل المرة دي. ملك الشياطين بيتفهم الموقف بيغير من شكله والروبوت بيجهز هجوم هو كمان. وشكل الموضوع قلب جد على الاخر. بوم انطلقة منه وبيتبادلوا الضربات. بيقول له ده كل اللي تقدر تعمله. بيجهز هجوم من العيار التقيل. بوم بيقطع دراعه ومن ثم راسه وبيقف على كده. لكن فكرك دي النهاية يا صديقي؟ لا والله. بيقول له عاش عليك تستحق اني اوريك قوتي. بيرجع راسه مكانها وبيقول له اجهز علشان مش كل الناس اللي بتحظى بالفرصة دي. اما نشوف هيعمل ايه. وهو بيعمل تعويذة بيستدعي السيف الظلامي بتاعه. وشكله جد المرة دي يا صديقي. بيستعد كده بيهجم عليه واحدة ورا التانية وبيقطعوا الأجزاء. بعد ما بيخلص البت بتجري وبتعرفوا انهم مش هيسيبوه في حاله. بعد كده بيفتحوا المكعب وبيكتشفوا انه بيحتوي على اسماء خالدين. وبتعرفوا ان اسم ماكينة مش موجود. بيقول لها تمام. بعد كده بتحاول تتصل بشخص علشان تسأله على سر المكعب لكن ما بيردش عليه. بيضطروا انهم يروحوا المكان اللي عايش فيه وبتقوله ان هو في الدور ال13. بيروحوا وبيقول لها المكان فخم جدا وبيخبطوا على الباب لكن مفيش حد بيرد. بيلاقوا الباب مفتوح. بيدخلوا والمكان ما بيكونش فيه حد. بتدخل الغرفة بتلاقي شخص. بتروح عليه بتبص بتلاقي حد مخلص عليه. بيروح يشوف الجراح. بيلاقوا انه طعن في الرقبة والقلب وان المدة اللي مات فيها مش اكتر من 3 ايام. بتعرفوا ان كان مخترق اجهزة. بيحاولوا يدوروا على اي اجهزة تسجيل او اي شيء اخر زي الكاميرات مثلا. بتتفتح كده وبيلاقوا جهاز حاسوب. بيفتحوه لكن بيكون عليه فيروسات لكن دي تمويه علشان مش اي حد يفتحه. وبيلاقوا تسجيل ليه بيتكلم بيقول ان لو بتشوفوني حاليا فانا هبقى حاجة من الاتنين، اما انا ميت او اما مش موجود. بيعرفهم ان في عملية
تحتها كتير من أرواح الأبرياء، وبيكون في مفاعل بيعمل باحتراق الأشخاص وبيكون اسمه فرن الخالدين. ولو استخدموا فيه الزائلين اللي هم البشر هيحتاجوا 10,000 عشان ينتج الطاقة اللي بيوفرها خالد واحد من أتباع ملك الشياطين. وكل ما كان الخالد قوته أكبر كان الطاقة اللي بينتجها أكبر. ووقت ما كان الفرن قائم وتم الانتهاء منه العمال اختفوا جميعا وشكله متحط اختبار في الفرن يا صديقي. والبناء الأساسي ليه علشان يكون فرن الخالدين. وبيقوله ان المنظمة وزعت على الاشخاص دول قائمة الاشخاص اللي هيبقوا حطب الفرن فيما بعد، وبيوريه شخص من اللي دخلوا الفرن وبيكون واحد من الاقران الظلام الستة. بيقول لهم انا جمعت المعلومات وجمعتها في الحاسوب، والامر يقع على عاتق من يشاهد وانه عليه انه ينقذ الاشخاص الابرياء من الفرن. وبيخلص الفيديو بتقول له لو فكرنا ننشر المعلومات هتبقى نهايتنا زي الشخص ده. بيقول لها بصفتي ملك الشياطين انا المسؤول ولازم اتصرف. بعد كده بيمشوا بيقول انا لازم ابلغ مكنة باللي حصل. بيتصل ولكن ما نعرفش هو مذهول من ايه. وبيخلص الملخص بتاعنا على كده. فلو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان الملخصات الجاية هتكون دمار يا صديقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.